لحظة ترى أنا على الهوا ترى والله على الهوا. مبروك. الله يبارك فيك. ما أدري أنا قلت لمحمد نور، قال محمد نور هيبة الاتحاد من مباراة الأهلي اليوم. ما أعرف إيش أقول عنه، بس في شيء كان موجود في الاتحاد مش ما أتوقع إنه كان موجود في المباريات. مش مستوى فني، كان في راحة للعيبة، كان في ما أعرف يعني صراحة منع في حاجة موجودة ما كانت موجودة في الفريق. قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني شيء ابارك الجماهير الاتحاديه اللي حضرت لنا المباراه، وللامانه احنا مقصرين معهم اشياء كثير، زعلناهم من المباريات اللي راحت، بس احنا هم بعد كلعيبه لنا عتب عليهم كجمهور. اللي حضروا اليوم بيض الله وجيههم. نتمنى ان جمهورنا في ملعبنا يعب الملعب، سواء في هم قبل كل شيء حب لنادي الاتحاد. احنا في الفتره الحاليه نمر بظروف صعبه، اتكلم معك اياها بصراحه. نتمنى من الاداره كاعضاء شرف جماهير محبي الاتحاد الكل يوقف معنا في الفتره هذه، وان شاء الله الاتحاد راح يرجع مثل قبل واحسن. ونقول لهم يشوفون جمهور الرياض شلون يحضر لنا، وجمهور المنطقه الشرقيه يحضرون يزورون. اليوم ما قصروا، ما ننقص بحقهم، بس نتمنى ان الملعب دائما في جده يحضر، سواء مع فريق كبير او فريق صغير. نتمنى يحضر. الشيء الثاني زي ما انت عارف ممكن تغيير مدرب. الاجواء هذه دائما تكون تغيير مدرب فيها رده فعل. طول الاسبوع للامانه مع الكابتن عبد الغراب الشباب كلهم مركزين من مباراه الاهلي، الكل كان يتمرن بجديه في حماس. الاداره قربت من اللعيبه اكثر واكثر. احنا اللعيبه تعهدنا ان نرجع لمستوانا الطبيعي، والحمد لله ان شاء الله نقول هذه بدايه خير نادي الاتحاد، وان شاء الله قدامنا افضل وافضل ان شاء الله باذن الله. كان في شيء يعني في فرق في اليوم كان في الفريق، صح ولا تتفق انه؟ والله الفرق اتكلم معك بصراحه اليوم كل ضغط على نفسه اكثر واكثر. نسينا مشاكلنا، نسينا الاوضاع الخارجيه اللي كانت مؤثره على الفريق، حذفناها ورانا. احنا كلعيبه تعهدنا ان نركز داخل الملعب، ما علينا بالاشياء اللي تصير داخل خارج الملعب والكلام اللي نسمعه. احنا كلعيبه مسؤوليتنا نقدم كل اللي علينا داخل الملعب، توفيق بيد الله سبحانه وتعالى. يعطيك العافية سعود.